الجولة المنتظرة في المطبخ بتاعي بعد الفرش هيعجبكم جدا. اخيرا فرشته كله والتفاصيل بتاعته تحفة. اكتر فيديو هيعجبك في ترتيب المطبخ وكمان رصته وازاي استغلنا المساحة. هتشوفي تفاصيل حلوة قوي. لو انتي مطبخك صغير او عندك بلكونة في المطبخ ازاي تستغليها. بصوا، الفيديو ده حلو لأي حد مساحة شقته قريبة لشقتي او مساحة المطبخ اللي هي مش صغيرة ولا كبيرة. اهم فيديو هتستغل فيه المطبخ. يلا بينا نشوف. عايزة اقول لكم انا تعبت جدا عقبال ما غسلت الحاجة وصفيتها ونظفت المطبخ من جوه ومن بره مطرح بقى التراب والتركيب. وانتوا عارفين بقى رخام بيركب ومسامير بترشق حاجات كتيرة قوي. فانا تعبت فيه، فعايزة احلى لايك واحلى قلب واحلى تعليق حلو. وقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي مكان واي محافظة عشان اشوف اهل بلدي موجودين هنا ولا لا. الاسماعيلويه وانا برضو متجوزه في القاهره، فانا نص كده ونص كده. فعايزه اشوف بقى الناس الحلوه هتقول لي هي بتتابعني منين. وعايزه احلى كومنت وقولوا لي ذوقي حلو ولا لا. ويعني لو في حاجه مش عجبتكم ما تقولوليش، يعني فاهمين، قولوا لي حلو يا ساره وخلاص، لان انا تعبت فيه جدا و... وبصراحه هو عجبني جدا 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 جدا. يلا بينا بقى اوريكم تفاصيل المطبخ. انا هاخدكم جولة خارجية وجبت لكم بقى الناس الجميلة اللي عملت المطبخ وصممت وعملت الديزاين. انا حابة اشكر المهندسة آلاء عيد. عايزة اقول لكم هي اللي صممت المطبخ وانا طلعت عينها، والله طلعت عينها. عايزه اقول لكم بقيت اقول لها انت فاهمه انا عايزه ايه، تقول لي انا فاهمه. والاقيها رسمت الديزاين او التصميم قبل ما يركب بالشكل اللي انا عايزاه. بجد انا بشكر المهندسه الاء عيد من شركه وودكس يا جماعه. بجد جميله وذوق، وبشكرك من خلال صفحتي. ده غير ان انا بقى جايبه لكم اللي اسسوا واللي صنعوا المطبخ وركبوه. هم يقولوا لكم نوع الرخام ايه ونوع المطبخ ايه، ويفتحوا الضلف معاكم ويوريكوا المطبخ جواه ايه، وازاي دريت المواسير بتاعه الغاز، وازاي كمان خفيت اي ديفوهات في المطبخ، وازاي عالجت المساحة. لا لا، الفيديو ده فيه تفاصيل حلوة قوي، اوعي يفوتك. وبجد بجد الفيديو ده مهم ليكي لو انتي عايزة شركة محترمة تتعاملي معاها زي ما انا اتعاملت معاها. يلا بينا نشوف دنيا ونشوف حصل معايا ايه. حاجه كمان، انت وفرت لي 8 سفره ونيش بمبلغ وقدره. استحاله يبقى فيه نيش بالجمال ده والتفاصيل دي، واستحاله يبقى فيه سفره بالشكل ده. احنا لما جينا اتكلمنا معاك الاول في المطبخ قلت لي انا عندي مطبخ وعندي ثلاجه كبيره بابين وعندي فرن 90 وعندي والمشكله دي بتواجه كل العملاء وانا وسطيهم. بيبقى المطبخ مساحه صغيره وعاوز في احلام كتير قوي عاوزه تتحقق، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر. فلما حضرتك كلمتيني قلت لي انا عايز اعمل مطبخ كبير وفي نفس الوقت عايز اعمل سفره، وقلنا المساحه دي طبعا استحاله وحضرتك ما كنتيش مقتنعه، قلت لك انا هعمل لك سفره وكده عملنا السفره. ادي السفره، انا اشتريت بوفيه، بس انا كل اللي اشتريته البوفيه. عمل لي بصوا الجزيره، اللهم بارك. شايفين العرض بتاعها، هي عرض 90. انا حاساها الجزيره دي اللي 90 مثلا سنتي او 95. انا حاساها ازيد. عرض مثلا مترين. بصوا بقى الديكوريشن تحت العلب دي منوره. لو انتوا شايفين بقى استاذ محمود منور اهو على الجزيره. شايفين؟ والله انتوا منورين يا استاذ محمد، والله العظيم. انا فرحانه ان اول فيديو للمطبخ معاكم بجد، والله العظيم. انتوا تعبتوا فيه جدا ومهما اشكركم مش هوفيكم تعبكم معايا طبعا. بصوا هم حاطين القعده من تحت مذهب ماشيه مع الحاجه ازاي، ما شاء الله بجد. ماشي. المفصلات كلها عندنا سوفت كلوز. هنا عملنا التيربو، هنا حطينا بصل. البصل والثوم. بص انا عايزه اوريهم حاجه. مش كل الناس في المطابخ بتعمل نظام التهويه ده، شايفين؟ بصوا كده، شايفين نظام التهويه ده؟ مش كل المطابخ بتعمل كده، مش كل الشركات بتعمل التفاصيل دي. ممكن نفتحها يا استاذ محمود عشان الحاجه ما تعفنش، او الخضار. شايفين الحاجات دي بتفرق قوي يا بنات. افتح كده، عاملين 3 ادراج. هنا بقى الدولاب واخد المساحه دي. بصوا هم عاملين ايه، وهوريكم الضلفه دي شايله ايه. بصوا كده، ايه بالمساحه اللي جوه دي بتاعتك. بصوا كده. الطاور ده فيه فرن 90 سم وفيه الميكرويف وفي ضلفه نيش. هو بصوا في حاجات كتيره قوي، في تفاصيل. فانت تفتح من الارضي اللي وطبعا فوق. الحاجات دي ليها يعني السيفتي بتاعها، التهويه بتاعتها في تهويه ثانيه تحت الفرن مع التهويه ديت، ده السيفتي بتاع بصوا يا جماعه، شايفين الجزء دي حاجات ده؟ أساسية. ده احنا مش بنحط فيه حاجه اصلا. دي مش وحده، دي مكان خاص للسخونه والتهويه بتاعه الفرن، ودي مش اي حد برده هيعملها لكم. بصوا كده، نعمل ادراج كبيره زي كده. بصوا مساحه الدرج ما شاء الله.
بصوا كده، انا حاطه لكم كميه ذهب في كله الحاجه. دهب. انتوا هتدفعوا ثمن الحاجات دي يا استاذ صارفين محمود. ومكلفين. ايوه. فوق بقى ضلفتنيش، مش هقدر، محدش فينا يعرف يفتحها لكم بقى، دي عايزه سلم يا جماعه. بصوا كده هنا بقى دي. هنا طبعا الفوق ده كله بلاكار يعتبر طب للتغسيل. ممكن تفتح كده. هنا ده الهود الهود بالمدخنه بتاعته على بره على طول، وده طبعا افضل من الشفاط اللي هو فلتر. يعني انت لو عندك امكانيه ان احنا نعمل ده، ممكن واحنا في التاسيس كمان بنجهز للشفاط ده عشان المدخنه بتبقى افضل من الفلتر. انت مش هتقول لهم على حاجه احنا مخبيينها اللي هي لا افتكر الغاز دي اهم حاجه بتضايق اي ست. فين الغاز؟ انا مش شايفه مواسير الغاز. احنا الغاز بنعمل هنا برضو طريقه. بصوا الغاز مش باين منه غير المحبس اهو، ومن جوه برضو ما عنديش اي حاجه، يعني احنا مش فاتحين من جوه. بصوا وادي الضلف، يعني الضرفه من جوه هي ما فيهاش اي حاجه. فين بص هيقولوا عليا ما عنديش غير ازازه الزيت دي، هي دي الكسوف. بصوا كده لسه هجيب الحاجه. بصوا كده هنا مفيش غاز، الماسوره اهي، شايفين الماسوره داخله فين؟ مفيش تكسير، الضلف من جوه زي الفل. شايفين الرخام يا جماعه معمول ازاي؟ التكنيك بصوا الحاجه، الرخام زي اللي هنا هو اللي بين المطبخ. بصوا تفاصيل. ممكن نفتح لهم بقى الوحده دي. بصوا كده كميه المساحه فوق وتحت، انا مش لاقي حاجه احطها. بصوا كده وريتهم هنا دول فاضيين. ممكن نفتح الادراج. بصوا ده درج كبير، ده متر صح يا استاذ محمود؟ ده 90 سم برضو. امال ايه حاساهم متر؟ هي هنا عاملين توزيعه للمعالق، هم اللي جايبين التوزيعه دي مش انا، وهم اللي عاملينها. لسه هرصها. بصوا كده، وادي الدرج الاخير، شايفين كميه الصيني والحاجات اللي واخدينها. واحنا كده يعني كده الدرج ممكن نشيل فيه تاني. لا ويا ساره طب انت الحلل بتاعتك فين؟ ده انت المفروض كلك حلل. ممكن تفتح كده يا استاذ محمود الحلل بتاع الايه؟ هنا الحلل اللي ستانلس ستيل كلها. لا انا عايزه اوريهم كده. بصوا انا عندي كميه حلل اهي، دي الحلل اللي ستانلس ستيل. هوريكم هنا الحوض بباسكت الزباله. بصوا باسكت الزباله اهو بالحوض. ممكن نوريهم الضلفه الثانيه. هنا بقى هوريكم كميه حلل ولا معرض حلل. هتقولوا ازاي يا ساره؟ بقول لكم معرفش. بصوا كده هنا الجرانيت والسيراميك والصواني. بصوا لا انا عايزه اوريكم من جوه. بصوا كده التفاصيل دي. بصوا كميه حلل مهوله. ما تاخديش بشكل الضلفه، يعني قد النمله وتعمل عمله عادي، يعني مش مشكله. هنا بقى نوريهم الجزء ده. بصوا كده. بصوا يا جماعه بين المطبخ هنا دي حماله الفوط، ودي المعالق بتاعتي، ودي الاير فراير، الاجهزه الكهربائيه بتاعتي، الكبه والخلاط والهاند بلندر والكلام ده. نفتح اللي بعده. شكلك زهقت. لا خالص. ودي هنا المطبخيه، شايفين التفاصيل، كل حاجه منظمه وكل حاجه منمقه جدا. بصوا بقى جمال. بصوا هما مش سايبين تفاصيل. بصوا انا كل حاجه هنا دي كلها اللي فوق دي اللي هي البيضه دي انا مش هطولها طبعا، فدي انا عاملاها وحدات تخزين. مطبخ كبير. بس كده لسه هحط هنا. نفتح اللي بعدها. هنا بقى البلاستيكات والساندوتش ميكر بتاعي وجهاز الوافلز وحاجات والغساله الزقنونه وكل التفاصيل. الضلفه كبيره جوه. هنا بقى ايه؟ اكياس الزباله والبليدج والحاجات اللي انا عايزاها تحت ايدي. الاسترتش، ورق الالومنيوم، المفارش، ورق الزبده، هنا الصواني كان متاسس دولاب نظافه. ايوه. والمفروض هنا حاطين الميكانيزم اللي انا بعلق فيه هنا مثلا. هو كان عايزني اعلق هنا المساحه، الشرشوبه، المقشه. مبسوط كده يا استاذ محمود لما صيدتني قدامهم؟ صيدتني خلاص. فانا طبعا انا الصواني اهم. انت عايز تشوف الاستخدام فعلا الامثل. فانا حطيت هنا الصواني اهم من المقشه. طبعا احنا الثلاجه هنا دي بابين، فكانت كبيره طبعا على حجم المطبخ. كان المفروض نبقى ثلاجه اصغر من كده، وبرده حضرتك اصريتي عليها. انا هوريهم المساحه من جوه بعد ما نخلص. يعني فضلنا ان احنا نزود لها المساحه ديت علشان ما نحسش ان الثلاجه بارزه عن المطبخ. ممكن بقى نفتح النيش من الجنب. معلش انت عامل لي الموضوع دي مش اي حد عاملها. بصوا كده بيتفتح من هنا. احنا قلنا سفره ونيش، مش السفره بس. احنا السفره ونعمل نيش. احنا اتكلمنا عن السفره خلاص. بصوا كده وادي الناحيه الثانيه. بصوا كده بتتفتح من كل حته. شايفين الجمال؟ بصوا فوق. انت ايه رايك؟ لا انتوا ايه رايكم؟ احنا الاول بس عايزين نسال حضرتك بحد ايه في التعامل مع شركه رودكس. هل نفس الديزاين هو اللي بتاع الحقيقه عند التسليم؟ انا لو هتكلم بقول كلام كتير. ماشي، ما احنا حابين نسمعه. عايزه اقول لكم الناس دي تعبت معايا جدا. عايزه اقول لكم ان باشمهندس محمد وباشمهندس محمود كانوا بيدوروا على انضف حاجه واشيك حاجه تمشي مع الالوان، مش اللي هم بيلموا مطبخ وخلاص.
لا هم كانوا بيقولوا لي ده الافضل وده الاحسن، وانا اقول لهم خلاص ما دام انتوا شايفين كده خلاص، المهم انتوا تدوني نتيجه. والله والله وحياه ولادي انا اول مره اعمل مطبخ وافرح بيه، وانا واثقه ان انا اشيك مطبخ على السوشيال ميديا، وانتوا هتقولوا ده في التعليقات. بجد انا تعبتكم معايا، وعارفه ان اختياراتي كانت صعبه، وان انتوا يعني زودتوا على اختياراتي حاجات اشيك وعدلتوا عليا بحاجات اشيك لحد ما وصلتوا للتحفه الفنيه دي. يعني كل التفاصيل. هل حضرتك هترشحينا للناس؟ وهل كنت متوقعه ان شكل ده المطبخ انا يطلع كده؟ هزهقكم فيديوهات عنكم، ده انا مش هيبقى ورايا كلام غير عن الشركه بتاعتي وودكس. استاذ محمد، المطبخ ده كان مقفول هنا تحت الكمر صح كده يا استاذ محمد؟ بالظبط كده. والشباك ده كان بلكونه، وكانت هتخليني مش عارفه استخدم المطبخ. قول لهم بقى انت عملت ايه؟ هو اول حاجه ان احنا كان عندنا هنا الرسمه بتاعت الشقه اصلا ان ده بلكونه، ودي رسمه في كل الشقق اللي في نفس المساحه ديت، فكانت بلكونه، فكانت هتهدر معانا المساحه ديت كلها، مش هيبقى فيها وحدات تخزين، والمطبخ مش هيبقى شكله حلو. ما كانش هيبقى شكله حلو، وطبعا كل الحرف ال دوت ما كانش هيبقى مستخدم، فاحنا حبينا نستغل كل جزء في المطبخ، فاستغلينا الجزء دوت، واستغلينا الجزء بتاع الكمر ان احنا نعمل فيه دي كانت حيطه، المفروض ان ده كمر، ده كانت نهايه المطبخ. نستغل المساحه ديت، فاحنا قلنا نجلد الكمر، نعمله زي نيش صغير كده، يبقى منه ان هو تبقى حاجه يعني ديكور في مدخل الشقه، ومنه ان احنا نحط فيه حاجات هنستفيد بيها، سواء ان احنا استغلينا الجزء دوت ان هو سفره، وبرده الحاجات ديت هتفيدنا في المطبخ. قلت لنا انا هتحداكم ان انتوا تطلعوا مطبخ يعجبني، واحنا كنا قد التحدي. ايوه الحمد لله المطبخ عجب يعني. هي الشطاره اصلا في الديزاين ان احنا نستغل المساحات الصغيره. المطابخ الكبيره بيبقى سهل فيها الديزاين، لكن المطبخ الصغير بتاعت الشقق ايوه بيبقى صعب، لان اي مطبخ عايز وحدات كتيره للتخزين، في اجهزه كهربائيه، فالصعوبه ان انت تطلع الشغل بتاع المطبخ الصغير باحسن ديزاين. وان الحيطه اللي تتهد تتعمل بالمنظر الجميل ده، شايفين هو بقى قطعه من الذهب. انا حاسه ان انا عامله فاترين ذهب. اي حد ان هو داخل بيعمل مطبخه لازم اول حاجه اعملها التعديلات المعماريه والتاسيسات، بمعنى ان انا قبل ما اشطب سباكه او كهرباء، لو انا في ايدي ده اعمل معاينه للمطبخ، هقدر احدد لك مكان الاجهزه، مكان الحوض، علشان تقدر تستفيد بكل جزء في المطبخ. ما تجبرنيش على حاجه بعد كده، انا هديك احسن حاجه. حضرتك هتشوف الديزاين قبل ما ننفذ، هنعمل الديزاين الاول، وبعد كده هننفذ التاسيسات بتاعتنا، كهرباء، سباكه، الكلام ده كله بناء على الديزاين اللي عاجب حضرتك، علشان بعد كده ما يقفش ما يقعش معانا ضربات او اي حاجه. بعد كده بعد ما بنعمل التعديلات بتاعتنا وبنعمل الديزاين وخلاص خلصنا التاسيسات، بنبتدي بقى مرحله اختيار الالوان وان احنا ننسق مع بعض كل التفاصيل. طب انا خامه مطبخي دي خامه مطبخ عليك يوفيلاك تركي، اعلى من البوليلاك، أعلى من البوليلاك. وانا عماله اقول بوليلاك بوليلاك. لا اعلى ينفع من الكلام ده؟ البوليلاك. في درجه اللمعان، في معامل الخدش، الوكيل بتاعها محترم جدا، بنقدر ندي ضمان على المطبخ. فعلا احنا بنبقى عاملين مطبخ واحنا مطمنين. شكل التجزئه بتاعت الخشب بتبقى باينه قوي، ده كده ده التفاصيل. الاتش بي ال، يعني احنا عندنا اليوفيلاك اللي هو الجلوسي، وبعد كده عندنا الاتش بي ال. تمام. الدواخل بتاعتنا كلها كونتر طبيعي، كرسي جديد خشب طبيعي بدون اي فراغات، عليه طبقه اتش بي ال من الناحيتين، ده بتبقى برضه صناعه هندي. طبعا نازل الشريط بتاعنا الحرف تركي، ده يمنع دخول السوائل والحشرات، اي حاجه زي كده.